ناعمة وظهير وطني لخلف الدولة في هذه المرحلة الصعبة. بإذن الله تعالى مصر تمرض ولا تموت بإذن الله تعالى. وجود حضراتكم وأبناء مصر الشرفاء في جميع المحافل الثقافية والوطنية والدينية والاجتماعية. بنشكر طبعا على حضور المؤلف السويسي الجميل طبعا الدكتور سادات غريب، الأديب والمفكر المحترم الأستاذ عادل هواشة، الإعلامي وابن السويس الجميل وصاحب الحراك الثقافي الأستاذ عصام غريب، المفكر والأديب الدكتور محمد المصري، الأديبة الدكتورة نبيل ممدوح، مدربة التنمية البشرية الأستاذ هاجر محمود، الإنسانة القديرة والمتميزة وصاحبة حراك اجتماعي جميل جدا الدكتورة حنان حامد، الشاعرة القديرة الأستاذة سناء بكر، الإعلامية المتميزة الأستاذة علياء غنيم، الشاعرة القديرة الأستاذة منال صبحي، الإعلامية المتميزة الأستاذة انتصار، بنشكر حضرتك طبعا على التواجد، الأستاذة عطية، الشاعر الجميل الأستاذ محمد عبد الحكيم، المبدع والمفكر والأديب الأستاذ حمدي زهير، الشاعر الجميل والمحترم الأستاذ حازم حساني، الأديب والمفكر وصاحب الفكر المستنير الأستاذ ياسر محمود، الإنسانة القديرة والمتميزة الأستاذة أمل عراقي، الأديب والمفكر والمحترم الأستاذ صلاح زهير، وطبعا ابننا الجميل عمر صلاح زهير، وابن السويس الجميل وصاحب الحراك المحترم الأستاذ بكري أبو الحسن، والإعلامي الجميل الأستاذ حسن محمد، وبنتنا الجميلة ماريا محمد سعد. أنا نسيت حد يا جماعة؟ الشاعر الوطني الله يصحح. طبعا بنشكركم طبعا على هذا التواجد الجميل في مرحلة طبعا صعبة من عمر الوطن، بس طبعا احنا بنحاول نتسلح بوطنيتنا، بنحاول بنخلق لينا عالم في سبيل نعرف الخارج احنا لا، احنا خلف دولتنا وخلف قيادتنا رغم الظروف الصعبة، بنحتاج ظروف صعبة، لكن طبعا بقول مرة ثانية وثالثة ورابعة مصر تمرض ولا تموت بإذن الله تعالى، لأن احنا في هذه حرب اقتصادية فعلا، كواليسها تعرفها المخابرات العامة والمخابرات الحربية والأمن القومي، حرب اقتصادية شرسة جدا جدا جدا، ما حدش يعرف عنها أي معلومة، لكن الناس اللي جوه المطبخ عارفين الحرب دي في محاولات مستميتة من أجل الاحتواء من أجل إعادة الدفع مرة أخرى بإذن الله تعالى. النهارده بإذن الله تعالى هيتم قراءة إبداعية في كتاب السويس قصة المدينة للمؤلف السويسي الدكتور سادات غريب، وهيتطرق للموضوع الأستاذ علي طبعا. عايزين نقول طبعا كل شكر والتقدير الدكتور سادات غريب. احنا كان عندنا طبعا الراحل حسين العاشي رحمة الله عليه. المؤلفين يا جماعة يعني عمرنا نادى شوية، لأن احنا بنقول بس نقول محاولة طمس للهوية المصرية والهوية الوطنية والهوية الثقافية، حتى الهوية التاريخية للحضارة القديمة. لا احنا الحمد لله عندنا مؤلفين بنحاول نعيد إنتاج الذاكرة مرة ومرة ومرات كثيرة جدا من خلال كتب، عشان ما حدش يجي. طبعا كان آراء إسرائيل كانت تحاول تسطو على الحضارة المصرية والأهرامات، طبعا الكتب دي أعتقد هي بتكذب كل هذه الادعاءات. كان عندنا طبعا الأستاذ حسين العاشي رحمة الله كان عامل كتاب اسمه خفايا حصار السويس، كان طبعا بيستشهد في هذه المرحلة الأحياء وقدر يقتنص اللحظة ويسجل خلاص. هو كده جميل جدا، أصبح التاريخ بتاعها ما بيموتش. السويس أنا بقول من المحافظات اللي هي قدرت تسجل تاريخها بحروف من نور. السويس من المحافظات التقيلة جدا، إن الدولة عارفة قيمة السويس ومعنى السويس. السويس كانت هي البوابة الشرقية منذ قديم الأزل. السويس تصدر، السويس ضحت حتى اثناء فتره التهجير. احنا عايزين حد يعمل اسقاطها على فتره التهجير. احنا انا اتهجرت وكنا بنلبس لا مؤاخذه البيجامات اللي هي بتصرف لنا الكاستور، وكنا بنروح نستلم علب السمنه والدقيق والبطاطين والكلام ده كله. احنا احنا بنطالب المخرجين والمنتجين يعملوا اسقاط على المعاناه ديت، عشان الجيل اللي حالي يعرف قيمة الناس اللي سبقته، يعرف قيمة الأرض دي رجعت إزاي، يعرف قيمة إن مصر تبقى حرة بعد ما تلاقي على الضفة الثانية عدو بيطلع لك لسانك وبيقول لك لو كلمت هعدي هجيبك، أنا ممكن أخش القاهرة. إنما حمدا وشكر لله بوجود أبناء مصر الشرفاء، عشان بقول لكم الفترة اللي إحنا فيها مصر تمرض ولا تموت بإذن الله تعالى. هنقدر نعدي رغم المعاناة ورغم التضحيات ورغم، لكن مصر تمرض
ولا تموت صدقوني. وتقروا التاريخ، اقرا التاريخ يصدق ياكد الكلام ده كله. فالدكتور سداد غريب طبعا قدر يقتنص لحظات، وخاصه يا جماعه لما يكون ابن فدائي. وممكن حد يخش على النت يجيب شويه حاجات وشويه مش عارف ايه وشويه ايه ويعمل كتاب. ماشي، انت تشكر، انت راجل وطني. انما لما يكون انسان والده فدائي وطبعا وعاشره وشاف طباعه وشاف سريته في تنفيذ العمليات وشاف صبره وشاف تضحياته وتهجروا وسابوه هنا في السويس مع طبعا ابناء المنظمه طبعا الشرفاء، ما كانش بيبتغي اي حاجه، ما كانش عايز مجد ولا عايز يخش مجد الشعب ولا عايز يخش مش عارف، انسان هو حابب الشهاده، الموت او الشهاده. فطبعا قدر الدكتور سداد غريب ان هو يؤرخ لنا لحظات عصيبه جدا في هذا الكتاب. اصبح الكتاب ده بقى كنز وبقى ملك لكل السويسه وكل وطني شريف. فالمفروض من وقت للتاني زي برضه عندنا المفكر الجميل الاستاذ حمدي زغير برضه لما عمل الجزيره الخضراء وعمل حفر قناه السويس كمان، والاستاذ ياسر وكل الساده الشرفاء بيقدروا يقرأوا محطات تاريخيه من عمر الوطن عشان يذكر بيها الاجيال. الجيل اللي ما عاصرش والجيل اللي ما عاش طبعا هيقول ايه؟ هو حفظ ايه؟ انما الكتب دي بتعيد انتاج الذاكره الوطنيه. فطبعا من حسن الحظ ان كتاب تناوله مبدعنا الجميل والمفكر الخلوق طبعا الاستاذ عادل الأبويشة. الاستاذ الأبويشة طبعا يمتلك اكثر من 10 12 كتاب طبعا في جميع المناحي الادبيه، والاستاذ عادل الأبويشة طبعا قرا الكتاب مرات ومرات ومرات. فطبعا ان شاء الله هو هيفيدنا بما يحتويه هذا الكتاب من احداث، وخاصه الدكتور سداد غريب. عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا يا جماعه، ان التوثيق بالصور ده مهم جدا. ممكن احنا كنقرا مش هنتخيل، انما التوثيق داخل مستشفى السويس العام، التوثيق للابطال المقاومه الشرفاء، التوثيق للدبابات اللي دمرت يوم 24 اكتوبر، التوثيق لاحداث كبيره جدا بترجعك اللحظه وبتعيشك اللحظه وبتخليك تبني خيالات على اللي حصل. انا بقول لك اصل انا رحت عملت طب الصوره اهي، شوف بتخيل بقى وانا ماشي في جبل، بتخيل. فده بيوثق الاحداث اللي الدكتور سداد جابها. الدكتور سداد جابها منين بقى؟ جابها من والده رحمه الله عليه. وهنا بقى هنا الجمال بيقول لك المؤرخ من بيت فدائي، يعني معنى كل كلمه بيقولها من ذهب، ما جابش من على النت، ما عملش اقتباسات، ما عملش طناس، ما عملش ولا كتاب، لا من بيت فدائي. وطبعا كل التحيه طبعا والتقدير للدكتور سداد غريب. بس انا هضحك طبعا معلش هطول شويه. في كلنا بيغفل ان الفدائي البطل غريب محمد غريب بعد الهزيمه النصراء بتاعه 67 وبعد كان ليه الشرف ان هو يأسر اول اسيرين. شوفوا بقى دي بتعدي مرور الكرام بعد النكسه النقراء، وبعد ما العدو وقف الناحيه الثانيه بيطلع لنا لسانه بيقول لك لو اتكلمت هجيبك. الفدائي البطل غريب محمد غريب بيقوم بأسر اول اسيرين بعد شهرين من الهزيمه النقراء، ابراهام وكهنوف. دول طبعا وسائل الاعلام بتاعتنا خدت الماده ديت وقعدت تروج داخليا وخارجيا عشان ترفع الروح المعنويه. انت منهزم، انت هتقف في الناحيه الثانيه. يعني شوف بقى الحطام وشوف التدمير وشوف اليأس وشوف كل حاجه، فجاه يقول لك تم اسر اسيرين ابراهام وكهنوف. فدائي البطل. طب بتعدي مرور الكرام دي ما تعديش مرور الكرام يا جماعه. ازاي اصلا اول اسيرين بعد ما العالم كله قال خلاص مصر انتهت خلاص واحتمال بيخططها يعدي ناحيه ثانيه عشان يخشوا القاهره خلاص خلصت على كده، يتم اسر اسيرين؟ لا دي ما تعديش مرور الكرام. لم يكتفي طبعا الفدائي البطل غريب محمد غريب، احنا موجودين في الصالون بتاعه طبعا قام بعده عمليات اثناء حرب الاستنزاف من ناحيه ابو الدرج ومن ناحيه التفسوان، وكبدوا العدو الاسرائيلي خسائر طبعا مع ابناء مصر الشرفاء. طبعا كان متمركز في احدى الكمائن يوم 24 اكتوبر، ادوا واجبه على اكمل وجه. لم يكتفي الدكتور سداد غريب ان شاء الله بعد القراءه الابداعيه الجميله للمحور بتاعه اللي هو ملحمه وطنيه بين وضح النهار و24 اكتوبر ومعركه زراير. معركه زراير دي كانت بياخدوا في ناس كتير بتغفل عن معركه زراير. معركه زراير تمت بعد 24 اكتوبر بعد ما العدو تمركز في اسم الأربعين وبدا ياخد تعليمات ويرموا له ماده فسفوريه بالليل يعدوا على شيخ سكه حديد ويتمركزوا في الزراير. راحوا ماسكين قافلين على السويس طبعا الفدائيين قاموا وكبدوهم برضه ما سابوهمش، خسائر فادحه. كل التحيه والتقدير للفدائي البطل غريب محمد غريب، وطبعا وربنا كان لنجاحه بعد انتهاء مهمته الوطنيه
نادر السويس عشان يتوفاه الله في البقيع. دي كانت اجمل جائزه ربانيه. يعني كان عايز يستشهد فداء البطل غريب محمد غريب عشان ما يغفلش، وبدا مشواره معركه كفر احمد عبده في 8/12/1951 مع الكتائب احمد عبد العزيز والكتائب الوطنيه اللي كانت مع احمد عبده، وكتبوا عدو الانجليزي طبعا خسائر فادحه، وبمرورهم طبعا انتهاء ب 24 اكتوبر قدم مهمته وراح يقضي فريضه الحج، لكن توفاه الله ودفن في البقيع. فطبعا دي اجمل حاجه وجائزه ربانيه جميله جدا رحمه الله عليه، ورحمه الله على جميع شهدائنا طبعا الشرفاء اللي هم. نعم؟ توفى سنة كام؟ 25/7/89. 25/7/89. رحمه الله عليه. حتى الدكتور شهاب مصوره وكان بيقضي فريضه هو ما شافهاش اصلا. رحمه الله عليه. طبعا فاحنا في مكان، وطبعا انتوا ابناء السويس وابناء مصر الشرفاء، وانا عن نفسي زي ما الاستاذ عصام غريب قال لي امبارح، انا بفخر اني اتواجد في هذا المكان. انا بستمد جرعات معنويه ووطنيه في هذا المكان، لان بره الحياه ومشاغلها وهمومها، لكن لما بتخش هنا لازم بنعمل تعظيم سلام لهؤلاء الشهداء. دول كانوا في سكه ثانيه خالص عن الواقع، كان همهم النصر او الشهاده. طبعا قبل ما نبدا المحور بتاعنا اللي هو قراءه ابداعيه في كتاب السويس قصه مدينه، الدكتور سهاب غريب هيبحر بينا في معلومه بسيطه عما يحتوي هذا المعرض مع المؤلف السويسي الدكتور سهاب غريب. السلام عليكم ورحمة الله. شرفتونا طبعا في معرض الابتدائي غريب محمد غريب. معرض الابتدائي غريب محمد غريب، هو اسمه غريب محمد غريب، بس انا بقول معرض السويس. يعني اي حد حابب تاريخ السويس طبعا يشرف، مش بالاسم غريب محمد غريب، لا، لكل وطن انا بقول المعرض دوت ايه يخصه، لان طبعا يمكن انتم شايفين بعض الصور مش خاصه بيه لوحده، بمجموعه طبعا كلها او بكل ايه ندافع عن الارض. انا طبعا مش هقدر اتكلم اكتر من ده لو عايزك في البحر محمد غريب دلوقتي بالنسبه للابتدائي غريب محمد غريب. بالنسبه للمعرض احنا دوت طبعا احنا عملناه في 2017 عشان نتخلد فيه ذكرى الابطال اللي هم ابطال المقاومه الشعبيه واعضاء منظمه سينا. لان طبعا كلنا نعلم طبعا ان مع مرور الوقت ومرور الزمن ان الناس دي خلاص دخلت في طيب النسيان، رغم على مرور يمكن السنه دي نقول 50 سنه على معركه السويس، بس للاسف برضه يعني مفيش داعي نضحك فيها، يعني شبه اتناسوا برضه، يعني ايه ما بنفتكرهمش غير يوم 24 سنه وافتكرناهم. فطبعا مش معقوله ان احنا لازم ان احنا نتفق على ان كل من هو يذكرنا بيهم لازم ان احنا نذكر بعضينا طبعا بيهم. فما كانش فيه قدامي ان انا غير ان انا افكر في المعرض ده، والحمد لله يمكن انا كان ليا الشرف ان انا حضرت اغلب الاعضاء منظمه سيناء او المقاومه الشعبيه اللي قدروا طبعا يمدوني ببعض الصور والوثائق والاحاديث المصوره طبعا معاهم، اللي من خلالها طبعا وثقت المعرض دوت. المعرض انا يمكن عندي في حدود 650 صوره ليهم عن اعمالهم من بدايه النكسه لحد بعد الحصار. تسجيلات طبعا اليوم كلهم عن اهم العمليات اللي هم قاموا بيها. قدرت الحمد لله ان احنا اوثقهم في 3 كتب، تاريخ ابتدائي والسويس قصه مدينه واخره السويس تاريخ وصمود. الحمد لله يمكن اهو حسيت ان انا ممكن اكون عملت حاجه، قدرت يعني ايه اللي بيجي بالنسبه لبعض الشباب في الكليات يعملوا ابحاث، وبعض قيادات القوات المسلحه اللي بتيجي برضه اللي ما عندهاش خلفيه كان عن معركه السويس او الفتره دي او المقاومه الشعبيه. بنحاول بين الحين والاخر ان احنا نعمل صالون بنجمع فيه كل من يعني الحابب ان هو يعرف تاريخ السويس ونضاله في خلال الفتره اللي احنا يعني بنقول برضه ما خدتش حقها توثيقيا، لان للاسف لحد النهارده ما اتعملش كتاب واحد عن تاريخ السويس وعن بطولاته، لان كل اللي اتعمل برضه بمجهود فردي، رغم ان الشؤون المعنويه للقوات المسلحه عندها كتير وكثير جدا عن معركه السويس. بالنسبه طبعا للتاريخ وبالنسبه للي بيتكلم عن السويس، يمكن الاستاذ عايز اقترح
نقطه. مش اي حد يبقى مؤرخ ولا اي حد يبقى باحث. مش اي حد يفتح النت يطلع موضوع يتكلم فيه ويقول انا مؤرخ، انا بتكلم في حاجه زي كده، انا بعيد في حاجه زي كده. وللاسف يا مطلب من الايام ديت طبعا هو كان معلوم يعني اكبر غلط اللي بيرجع للنت. لان طبعا اللي بيرجع للنت دوت سامع وسامع من سامع وسامع من سامع، راحت الحقيقه جدا. وطبعا كل ما الواحد يبص المعلومه ويحاول هنصحح لمين 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 لمين. وللاسف يعني رحمه الله عليه كان البدايه في الاستاذ حسين العاشري برضه ان قعد مع مجموعه من بعض الناس وفي كتاب حصار ال 100 يوم بدا ان هو حتى الاول عمليه طبعا خلال فتره النكسه اللي هي بنتكلم عليها استاذ عزت 14 و15 7 سنه 67 اللي هي عمليه اول اسيرين اللي هو الرقيب اول ابراهام والملازم اول كارنوف. ده نسبها للمقاومه الشعبيه، قامت وعملت العمليه رغم من الشهادات من القوات المسلحه والمخابرات الحربيه والمقاومه الشعبيه موجوده. طب ارجع للمصدر وهتلاقي الشهادات وهتلاقي العمليه وهتلاقي توثيق حتى التقرير اللي راح للمخابرات الحربيه بالعمليه كلها، والكتيبه اللي هي كانت موجوده فيها اللي كان واقف فيها البطل غريب محمد غريب اللي هي الكتيبه 79 مظلات اللي كان موقعها طبعا في التوفيق. ده كل ده موجود. يبقى نكتب التوثيق الصح حتى على اساس ان احنا ايه ما يبقاش الموضوع مبهم. لاني فوجئت طبعا بعد الكتاب ده 50 واحد طلع قال انا كنت في المقاومه الشعبيه وانا اللي عملت الموضوع ده. ودي كانت الفكره البدايه بالنسبه لي في 2005. طبعا كان معايا الاستاذ الفاضل الاستاذ عبد الحميد كمال اقترح عليا ان احنا نعمل كتاب اللي هو تاريخ فدائي في 2005 نزل 2007 بالذات عشان كانت البدايه ديت. لان حسيت ان ايه الكلام العايم مليون صاحب القريب. محدش طبعا ايه انا اللي كنت موجود. وطبعا اللي بيتكلم اللي قاعدين اغلبيه السويس للاسف برضه يعني بنقول ايه اغراب ومش فارقه معاهم ايه فلان من فلان من فلان وخلاص. يعني عملوا خلاص مش هيفرق معايا بقى لما اقول غريب او سادات او عزة هو عمل قال وخلاص. فدي كانت البدايه في 2005. بعد كده يمكن قعدنا شويه كتير. في 2017 استاذه نجاح محمد علي اللي هي رئيس مجلس اداره جريده السويسي اقترحت عليها ان احنا نعمل قصه مدينه تكمله لتاريخ فدائي. طبعا بعض الاجزاء اللي هي موجوده في الفدائي كملناها بقصه مدينه وبعد كده ختمتها في 2020 يعتبر زي ما بيقولوا اطلس بالنسبه للسويس كلها اللي هي السويس تاريخ وصمود. كتبت فيها توثيق جميع تواريخ السويس. السويس محتاجه حاجات كتير جدا يا جماعه، برضه محتاجه مجهود كبير جدا ان احنا نعمل كتاب واحد. نفسنا ان احنا يبقى فيه كتاب واحد بس الكل يشارك فيه. بس طبعا يبقى فيه اشراف. حتى لو اتكلمت في الموضوع دوت يمكن في 2018 و 19 الاستاذ المحافظ احمد حامد لما كلمناه قال هعمل لجنه من المحافظه واللجنه هتشوف لجنه ما تنفعش لجنه ان هي تنزل وهي اللي تكتب وهي اللي تكتب في السويس. فطبعا الموضوع اتقفل خالص. اتكلمنا عن المعرض قال هنعمل لكم اوضه في المتحف اللي هو اوضه الدرس. برضه الموضوع خلص. الابطال دي تستحق اكتر من كده بكتير وانا بنتهز الفرصه طبعا ان حضراتكم كلكم موجودين معانا. ويمكن لسه قايل الاستاذ عبد الناصر نفسي تبقى في مبادره السنه دي مبادره حقيقيه. يعني احنا بنمر ب 50 سنه والذكرى دي مش هتتكرر كتير. 50 سنه احنا كسوايسه احنا اللي بنعملها ما ننتظرش. يعني ما ننتظرش حد يعمل لنا احتفال ويسلم لنا حبه شهادات واليوم يعدي وخلاص وياخد اللقطه ايا كان بقى حزب جمعيه ايا كان. لا احنا عايزين يبقى فيه مبادره ومبادره مش مبادره يوم وخلاص وشكرا. يعني مش بنستنى يوم 24 عشان نحتفل النهارده ونروح وخلاص وخلص. لا عايزينها مبادره لان دي ذكرى يعني مش هتتكرر كتير 50 سنه ونلحق اي حد اللي شارك طبعا في المعركه دي على كده الحياه نقدر ان احنا نكرمه. وشكرا اسف للكم عليكم. نشكر طبعا الدكتور السادات على هذا الطرح الجميل. قولوا من كتر الكلام عنك ومن كتر الكلام عنك وعن كل اللي دار فيكي بقيتي يا بلدي غنيوة
بيحكيها التاريخ والناس، عشان يا سويس مفيش زيك في صبرك وقت أوجاعك، ورفضك يتلوي دراعك، وصدك للي جاي يحتل ويطوي الضحكة في شراعك. قومتي وكنت وقت الجد سفيرة مجد ودرس لكل أعدائك، يا طلقة ودانة ومدافع وشعب فدائي بيدافع، بيتخطى على جراحه وبيضحي بأرواحه، وعمره في يوم ما خاف الموت، وعمره في يوم ما خاف الموت. طبعا حان الآن هنستمتع بما يحتويه هذا الكتاب الوطني الذي يؤرخ ويسطر مراحل تاريخية على مدار طبعا في الفترات الماضية العصيبة، مع الأديب والمفكر الأستاذ عادل أبو باشا، فليتفضل. أنا شاكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشكر الأستاذ سمير إبراهيم على هذه الضيافة الكريمة، والأستاذ رزق على ترشيح لي إن أنا أتكلم عن كتاب الدكتور سمير. الكتاب في المقام الأول كتاب تاريخ صحيح، بيتكلم عن فترة معينة في مدينة السويس، لكن هو في النهاية برضه كتاب تاريخ. كتابة التاريخ بتتم من خلال 3 مجالات أو 3 مراحل مختلفة. المجال الأول هو التأريخ. يعني إيه التأريخ؟ تسجيل الأحداث التاريخية يوم بيوم، ممكن يكون دقيقة بدقيقة. ده يتطلب إن يكون المؤرخ معاصر للأحداث. يعني ما ينفعش واحد دلوقتي يتكلم عن الحملة الفرنسية ويقول عليه تاريخ، يعني خلاص انتهى. إنما يكون معاصر. مثلا ما كنتش بتكلم عن عصر إسماعيل لأنه كان موجود في عصر إسماعيل، فده اسمه تاريخ. الحاجة الثانية إنه يكون موضوعي جدا في تسجيل الأحداث. بمعنى إيه؟ إن هو ما يتخيرش أو ينتقد بعض الأحداث يتكلم عنها ويتجاهل البعض الآخر علشان مثلا يتزلف أو علشان يتقرب إلى مثلا جهة معينة. لا، هو بيسجل الأحداث أيا كان زي ما حصل. يبقى يتطلب المعاصرة للأحداث. نمرة 2 الموضوعية، والتسجيل يوم بيوم، وممكن يكون دقيقة بدقيقة زي ما هنشوف في الكتاب دلوقتي. المجال الثاني في كتابة التاريخ هو علم التاريخ. التاريخ زيه زي أي علم بيتوافر فيه 3 شروط. الشرط الأول الموضوع، الشرط الثاني المنهج، الشرط الثالث الأهداف أو النتائج. فبالنسبة للتاريخ أول حاجة اللي هو الموضوع هو كتابة الأحداث التاريخية. المنهج بيتبع منهج الاستقراء، وأحيانا بيستنتج معنى المنهج الاستنتاج أو الاستنباط أو الإحصاء أحيانا من خلال جمع البيانات. أما بالنسبة للأهداف فهو ما الأهداف التي المرجوة من تسجيل هذه الأحداث في فترة من الفترات، زي ما برضه هنشوف في الكتاب. النوع الثالث أو المجال الثالث في كتابة التاريخ هو فلسفة التاريخ. بيعمل إيه فيلسوف التاريخ أو المؤرخ من الناحية الفلسفية؟ بيجمع مجموعة من الأحداث التاريخية من مختلف العصور بتتكلم عن نفس الموضوع. مثلا هيتكلم عن الثورة، يتكلم عن ثورة يوليو، يتكلم عن ثورة 19، يتكلم عن الثورة الفرنسية، الثورة الأمريكية. بعد ما يكتبهم كلهم يبتدي يقول ما هي العناصر المشتركة بين كل هذه العناصر الموجودة في الثورات، ثم يستنتج بعد ذلك إذا حدث 1 2 3 في المستقبل هتقوم ثورة. يبقى ده اسمه فلسفة التاريخ، استشراف للمستقبل. ال3 أنواع الأستاذ سادات غريب، الدكتور سادات غريب كتبهم في الكتاب وأنا هلمس عليهم. النوع الأول زي ما قلت اللي هو التاريخ، هو بيحيلنا إلى ثلاث فترات، اللي هي الصفحة من 15 ل 22 دول 8 صفحات بالظبط بيتكلم عن محافظ السويس في ذلك الوقت، اللي هو محمد بدوي الخولي، اللي هو كان موجود محافظ في ذلك الوقت.
من 51 ل 65 دول حوالي 15 صفحه، دول يوميات الابتدائي غريب محمد غريب. وبرضه من صفحه 75 ل 91 حوالي 17 صفحه بيتكلموا برضه عن يوميات الفدائي غريب محمد غريب. انا مش هذكر كل هذه الصفحات، ولكن هنتقي بعض الفقرات اللي بتؤيد وجهه نظري اللي هي ايه؟ التاريخ، يعني هو استخدم التاريخ في الكتاب. من صفحه 15 ل 22 بيتكلم عن اليوميات من يوم 1 يونيو 67 قبل الحرب ب4 ايام لغايه يوم 11 بعد التنحي يوم 10 والغاء التنحي او الرجوع عنه. فهو هنا انا هنتقي صفحه يوم 5 يونيو اللي هو يوم النكسه نفسه. فبيقول في 9:05 ده المحافظ اللي بيقول في 9:05 تلقيت نبأ العدوان وقيام طائرات العدو بقصف مطار كبريت الذي يقع ضمن حدود المحافظة، فعدت فورا إلى مكتبي بالمحافظة وأخذت أتابع الأحداث. في المساء اتصل بي المهندس مشهور أحمد مشهور رئيس هيئة القناة يطلب سرعة إرسال معدات رصف لإصلاح مطارات كبريت وفايد بعد أن أغار العدو عليها، وقمنا بجمعها وإرسالها فورا مع عدد من أعضاء منظمة الشباب والعمال. أنتقل إلى يوم 9 يونيو 67 اللي هو قرار التنحي. خطاب التنحي للرئيس جمال عبد الناصر مساء 9 يونيو 67. في المساء أذيع كلام المحافظ. في المساء أذيع حديث الرئيس جمال عبد الناصر على الشعب الذي أعلن فيه تنحيه عن موضع القيادة، وكنت أجلس في مكتبي بالمحافظة أتابع حديث الرئيس بالتلفزيون، وقد تزاحمت داخلي المشاعر ولم أكن أستجمع بعض خواطري عندما اندفعت جماهير الشعب إلى مكتبي هادرة مطالبة ببقاء الرئيس في موضع القيادة. يوم 10 في الصباح الباكر بدأ جميع المعاملين في الشركات والهيئات وغيرهم من أبناء المدينة يتوافدون على المحافظة والاتحاد الاشتراكي في زحف كبير يعلنون إصرارهم على بقاء الرئيس في موقع القيادة. في المساء نفس اليوم لو يوم 10 في المساء أذيع نبأ عدول السيد الرئيس عن التنحي، وكان لهذا أثره